عاجل 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 العثور على نفق مليان ذهب أثري في منطقة الشيخ مسكين في محافظة درعا. حسب ما مداول على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص عم يحفر نفق ووجد نفق مليان ذهب، وفزعت الناس، بلشت ناس تخبط بناس لحتى كل مين يقول خليني آخذ قبل صديقي وعبي جيبي. هذا المتداول على منصات التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات عسكرية من قبل الدولة السورية إلى مكان الحادثة من أجل تهدئة الوضع كرمال ما تصير مشاكل. طبعا الناس عم تتداول انه بيذهب، ولحد هاي اللحظة ما في اي تصريح رسمي بخصوص هذا الشيء، مثل سالفة المرة الماضية لما قالوا في ذهب في درعا والناس بلشت تشيل وناس تروح وناس ترجع وناس تنشر وما بعرف ايش. يعني لحدا يصدق اي شيء يظهر على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو تم نشره انه هذا الفيديو في محافظة درعا انه موجود ذهب، لكن الناس قالت في ذهب، ولحد هاي اللحظة ما في تصريح رسمي، ما في أي جهة رسمية أكدت إنه الذهب موجود. النفق موجود لكن الذهب ما في. ما في. ما في. الله يجيرنا من الفتن، والله يسترنا، والله يبت الأمن والأمان في المحافظات السورية. كان معكم إياد ترند، واللي يعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يكتب بالتعليقات.